بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بص حضراتكم، أي عمل يبدأ بالبسملة والصلاة على الحبيب بيكون إن شاء الله ناجح بإذن الله. بص حضراتكم، إحنا فين؟ إحنا في بائرق. الحد أو الحدود في فترة من الفترات الزمنية كان حدود مصر تصل إلى هذه الجزيرة. بائرق تحولت إلى بيلاق، إلى فيلاق، إلى فيلة. يعني فيلة هنا مش الأفيال. وإلفنتينا اللي هو الجزيرة قصاد أسوان، مدينة أسوان كان اسمها آبو في العصر الفرعوني. طيب هنا إيه؟ ده معبد إيزيس. إيست ولد إيزيس العظيمة. طبعا إيزيس سميت بإيزيس لما في عصر فترة حكم اليونان والرومان في مصر. طب احنا لو رحنا معبد دندرة هنلاقي معبد حتحور ضخم كبير ومعبد إيزيس صغير زي كده. طب واحنا هنا في ليه بائرق معبد إيزيس ضخم كبير ومعبد حتحور صغير؟ ليه؟ لأنه الضيف في أي مكان، يعني المعبود الضيف على صاحب المكان معبده بيمثل بحجم أصغر. يعني هناك في دندرة إلى الشمال من الأقصر حوالي 70 كيلومتر معبد ضخم للمعبودة حتحور زوجة حورس، ومعبد صغير للمعبودة إيزيس هناك في خلف معبد حتحور. ونكرر تاني، هنا معبد كبير لإيزيس إيست ورد، ومعبد صغير لحتحر اللي هي زوجة مين؟ زوجة حورس حرور. طيب يا ترى في حاجة، في معلومة النهاردة؟ ماشي، ده ممكن يعني أي زميل فاضل يكون عارف الكلام ده. لا، في معلومة هنا في بائرق في ليه. ايه المعلومة الجديدة دي؟ طبعا انتوا عارفين حضراتكم انه المعبود ست ده كان إله الشر. طب والمعبود بس كان معبود الموسيقى. والموسيقى وايه تاني؟ والسيدات الحبالة، يعني يسهل عملية ايه؟ الوضع. بص حضراتكم، هنا في منظر لست وهو ماسك اللي هو الأداة الموسيقية اللي هو الهارب. بص حضرتك، مطلع لسانه من بقه. طب هل في علاقة ما بين احنا دلوقتي لو واحد بيتكلم كده وايه وبيصرصر نقول له بس ايه بس يعني؟ طب ايه علاقته بس يعني؟ والله يعني بص حضرتك، هنا بس مطلع لسانه. طب هو مطلع لسانه ايه؟ بيغيظ الناس يعني؟ لا، خلاص مش بيتكلم. فأي حد جات من المقصورات الحضارية من العصر الفرعوني يعني ايه؟ بيصرصر كتير وانت عاوز تقول له بس ما تكلمش تاني يعني خلاص كده ايه؟ لسانك ما يستخدمش، مطلع لسانه بره بقه. فهو فكرة تطليع اللسان دي ليه؟ يعني خلاص مفيش كلام. واي حد تاني مثلا بنقول له بس يعني ايه؟ يكون شبيه ببس. ولو بصينا هنا معبد حتحور ده معبد حتحور، معبد صغير، ومعبد إيزيس معبد كبير، لأنه حتحور يعتبر الضيفة في هذا المكان. فمعبد الضيف أصغر من معبد المضيف. وإحنا هنا على جزيرة أجيليكا. جزيرة أجيليكا ديت طبعا جزيرة على في النيل، هنا ما بين السد العالي وخزان أسوان. إنه جزيرة فيلة الأصلية طبعا تحت المياه. وهناك حوالي 200 متر من المكان بتاعنا ده توجد الجزيرة الأصلية اللي اتنقل المعبد كله ده من 1971 ل 1981، حوالي 10 سنين. هيئة اليونسكو قطعوا الحجارة دي ونقلوها في المكان الجديد هنا فين؟ في أجيليكا. ومتعكم الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله إلى منشور آخر، ودعواتكم معنا. شكرا.